السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، احلى مشتركين معايا. ربنا يخليكم يا رب، دمتم نعمة في حياتي. ربنا يبارك لكم كده في كل اللي بتعملوه معايا، والاشتراكات والتعليقات الحلوة. شكرا بجد بجد من قلبي، شكرا لكل التعليقات اللي بتعملوها معايا. يا رب بقى الفيديو ده يعجبكم. النهاردة هنعمل معاكم الفلافل، الطعمية او الفلافل. طبعا انا هنجيب كده فول، انا كنت نقعاه وبلاه، ومعايا هنا ملح، ومعايا كمون، ومعايا كزبرة ناشفة، ومعايا طبعا توم انا عاملاه بطريقتي، ومعايا هريسة شطة، معايا كربوناتو. كربوناتو ديت هي المادة اللي هتخليها هشة معايا وخفيفة. بجد هتبقى حلوة معايا. بقى بصل، معايا توم، توم كده كتير، معايا كزبرة، معايا بقدونس، معايا شبت. لو في بصل اخضر او مثلا كرات بيستحسن، بيبقى جميل جدا والله، وطعمه جميل ورهيب. كل المكونات دي بقى هننزلها في الكبة. هنضرب الاول المكونات دي عشان تدينا كده سيولة كده ومية كده، واحدة واحدة. ننزل بيها بالفول معايا. طبعا الفول ده كان عندي وانا نقعاه وبلاه، وعمل نبت كده تنبيته، وكنت مغيره الميه بقاله يومين. ما شاء الله طرى معايا وكان جميل، وقشرته بسهوله كده، نتك على القشره تطلع لاني كان منبت. فكل ما القشرة بينبت وبيكبر حجمه، القشرة بتبدأ ان هي تصغر عليه زي ما يكون حد تخين وملا. ما شاء الله. هننزل واحدة واحدة بقى كده بالفول، ونضرب فيه في الكبة واحدة واحدة بقى، هنضرب فيه. عايزين بقى نقول إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الدعاء ده بجد يا جماعة جميل. بيريح البال، بيغير الحال من حال لحال. عايزين بقى كده واحنا بنعمل حاجتنا، واحنا طبعا ما تستهزوش اللي انا بنعمل حاجة زي ديت ما تكونش مستاهلة. لا والله يا جماعة دي حلوة في بيوتنا ونظافة. كمون، وهنحط الملح، وهنحط الكزبرة، وهنحط الكربونات، وهرسة الشطة. وعندي توم كده كنت عاملاه من العيدان بتاعتي كده، محروقاها في الفرن برضو، جبته وحطيته. العجينة ديت بتحب عجينة الفلافل ديت او الطعمية، بتحب التوم. هنبدأ أهم حاجة يا جماعة الضرب، أهم حاجة التنعيم. كل ما كانت ناعمة كل ما كانت هشة وجميلة. هروح بقى نلمها حواليا كده عشان ما فيش حاجة تتنطور مني، عشان تكون نضيفة معايا، ونشيل أي وساخة موجودة. ديت مش حاجات يعني كده مكان الكزبرة ومكان حاجات الأكل اللي احنا بنعملها ديت. طبعا الرخامة دي كل مرة أنا بنعقمها يا جماعة، عشان لما بيقع عليها حاجة مش بنلقحها. مرة واتنين وتلاتة. طبعا انا فصلت معاكم ورجعت غسلتها غسلة حلوة ومسحتها، وريحت الكبة شوية، وبدأت في الضرب. هنحط بقى 4 معالق من المية، معالق كبيرة، ونضرب ضرب حلو تاني. ما شاء الله. هنبدأ واحدة واحدة كده. بصوا النعومة، بصوا الجمال، ريحة البصل كانت طالعة. ولو بصل اخضر يا جماعة بيدي طراوة خالص ليها، او الكرات. بتحب الخضرة، ما نكترش الخضرة، ما تكونش اكتر من الفول. يعني مثلا لو الفول نص كيلو، يبقى الخضرة ديت حزمتين، او مقدار اقل منه، مش ازيد من الفول، علشان ما تطلعش معانا متحروقة. طبعا البيكنج باودر ده كربونات الصوديا هو اللي بيرفع معايا. الكربونات ده او شوفوا انتوا بتقولوا عليها ايه، هي اللي بترفع معايا الفلافل، بتخليها هشة. المية بتديها طراوة في الضرب في الكبة. مش عايزه اقول لكم يا جماعه ريحتها كانت طالعه عليا وانا بعملها. طبعا انا الفيديو ده عاملاه في وقت قليل، سامحوني، علشان كنت رايحه شغلي. دقته بقى ولقيت كل شويه بقى بتدوقوا كده تشوفوا الملح بتاعه مظبوط ولا لا. بتحضروا بقى كزبره ناشفه على جنب، وبتحضروا سمسم. ولو مثلا عايزين تعملوا حشو ليها، بتحمروا بصلة. انا كنت عايزة نعمل معاكم بنحمر بصلة،
وبنحطها على النار في شوية زيت كده ومعلقة سكر صغيرة تتحروق معانا، تبقى عاملة زي الصلصة كده هي لوحديها. البصلة هتتحروق مع معلقة السكر الصغيرة بتاعت الشاي. هنيجي نازلين عليها بشوية توابل، ونحط عليها كده معلقة صغيرة من الصلصة، معلقة او نص معلقة صغيرة من بتاعت الشاي كده تطريها معايا، وبنحطها او هريسة شطة، نستغنى عن الصلصة ونحط هريسة الشطة، هتديها طعم جميل. لو مثلا مش بتحبوا الحامي حطوا مثلا نطرة صغيرة من الفلفل الالوان او مثلا فلفل ما يكونش حراق، هيديها بس طراوة كده وتديها لون. وان كل واحدة كده بنفتحها كده زي كورة وبنحط فيها الهري. هنبدأ واحدة واحدة بقى كده ايه، تحطوا بقى الحشو في كل واحدة وتعملوا. طبعا انا ما عملتوش بحشو، كان وقتي سامحوني واعذروني، إيه كان الوقت قليل، وكنت عايزة اعمل لكم فيديو كل مرة بقى كده ايه هنبل ايديا، مش بنضغط عليها، عايزاها هشة كده وخفيفة عشان تتحمر كده من جوه كده، تبقى طيبة من جوه، متحسوش ان انتوا بتاكلوا عجين. بصوا بقى العجينة دي يا جماعة، الفلافل بالذات بتبقى عايزة زيت غزير. انا عندي بقى ايه، واحدة صاحبتي كانت عند ما شاء الله يعني ربنا يحفظها، القلاية بيبقى جواها اللي هي بالكهرباء، بيبقى جواها كده ايه المكان اللي بيتحط فيه الزيت وبنقلي فيه. ما شاء الله هي عطتها لي، ربنا يحفظها يا رب، هي عارفة نفسها هي مين، وقالت لي خديها اعملي بيها. طبعا انا ما عنديش قلايه، بس بنحمر فيها ما شاء الله، هي غويطه كده وغسيلها سهل وخفيفه، وما شاء الله بتاخد زيت ياما. طبعا دي انا بنخليها للفراخ الكنتاكي، للفلافل، للكرنبيت، لاي حاجه عايزاها تغطس في الزيت كانها قلايه بالكهرباء. ما شاء الله هتشوفوها معايا بالظبط. هي قلايه عاديه يعني، انا واخده بس الجهاز منها. بصوا كده هنخلص بقى كل ده، والحبة دول هنجيب لهم بقى كيس اهي ديت. بصوا انا جايباها حطاها على النار، هي زي المطلية كده بالتفال، هي مش هي لونها كده. كل حاجة بنعرفكم عليها وبنشرككم فيها، وانتوا اهل البيت بصراحة معايا، احلى متابعين في الدنيا. بصوا بقى هنبدأ نجيب كيس كبير، وهنشيل الحبة اللي فاضلين، وهنخلي شوية كده لو حد حب نحمر له حبة برضو تكون سخنة معاهم. يعني حبة هتتني كده في التلاجة في الطبق، لو حابين نعملها لهم هنعملها لهم، نحمرها لهم في ساعتها. وهنبدأ واحدة واحدة كده ايه. بصوا هنشيل دول. بصوا الكمية ديت اللي في الطبق دي يا جماعة كمية والله كبيرة، مش عارفة الكاميرا مش جايباها ليه، يعني تعمل اكتر من اللي في الطبق، طبق كبير. بصوا ده معايا كده هشين، دول بقى هنحمرهم في القلاية. بص هنبدأ بقى نطبطب واحدة واحدة. هنقسم بقى كده بحيث لما نيجي نطلعها من الفريزر يا دوبك بس كده نفتح الكيس عن التانية اللي احنا تانيينها، اللي انا بنبينها لكم ديت كده، ونطلع الشقة كده على بعضيها، اللي انا مربعاها دي، التربيعة اللي انا مربعاها، ونسيبها تفك في الطبق، وبرضو نخليها كده هشة معايا، وننزل بيها على الزيت على طول ما شاء الله. بس لازم تفك معايا عشان تطيب من جوه، ما تبقاش عجين من جوه متلج. طبعا بصوا انا بعد ما عملتها كده قلت اعملها معاكم تاني واوسع كده الدايرة، فتحتها تاني. ما شاء الله هي كانت جميلة. ده بقى هيتحط في الفريزر لمرة تانية. هننزل بقى كده بالفلافل. بصوا خلي بالكم وانتوا بتنزلوا لان الزيت كان سخن، هنوطي عليها بقى، انتوا بقى تخلوا بالكم وتوطوا عليها. بصراحة كانت ما شاء الله كانت جميلة وطعمها جميل يا جماعة. انا مش بناكل فلافل، ربنا يحللكم يا رب كل حاجة في بتاكلوها، ويحللكم ذاتكم ويحللكم حياتكم. ما شاء الله انا كنت فرحانة بيها خالص. طبعا بنوطي عليها سنة صغيرة كده ايه في النص، وبرضو بنرجع نعلي تاني عشان ما تشربش معايا الزيت، وبنقلب واحدة واحدة. في الفترة دي انا كنت موطية عليها
بصوا عشان هي اصلا ايه تاخد معايا كده طياب من جوه وتستوي من جوه. فاضل واحده معايا اهي معصلجه مش راضيه تتقلب والله لقلباكي. بصوا هنبدأ بقى اللي انا كده نطلعها وما شاء الله. شوفوا بعد بقى ما خلصت وعملت الفلافل وحضرت الفطار والدنيا حلوه. بصوا بقى كده هنبدأ بقى نحط كده الوصفة. والسلام عليكم الفلافل معايا. وبصوا بعد ما عملتها مقرمشة وحلوة وجميلة. يا رب نكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.